يا ابني يجيبها لك تحت، يجيبها لك فوق، يجيبها لك معموله كده بالجنب، يجيبها لك زي ما يجيبها لك، عادي ايزي. خد الامور ببساطه، تحدى الرياضيات يا كتكوت. الاكس تقابل بالراس، زاويه بتساوي زاويه، الله اكبر عليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم في قناتي المتواضعة مستر إبراهيم نوارة. إن شاء الله النهاردة هنبتدي نشرح أول 3 دروس هندسة، ويعتبر 70% من الهندسة عندك السنة دي. إن شاء الله هنبتدي الفيديو النهاردة هنشرح كل النظري وكل القوانين وكل المسائل اللي موجودة عندك من أول الدرس الأول لحد الدرس الثالث، وإن شاء الله الفيديو اللي بعد كده نحط فيه مسائل اكتر واختر ومسائل اكتر من كده بكتير ان شاء الله. نبتدي اول حاجه عندي القطعه المستقيمه. القطعه المستقيمه معناتها ايه؟ التعريف بتاعها ايه؟ قال لك القطعه المستقيمه هي عدد لا نهائي من النقط، له نقطه بدايه وله نقطه نهايه. زي مثلا وليكن القطعه المستقيمه الف باء، عارف البدايه بتاعتها وعارف النهايه بتاعتها. حلو قوي. يبقى القطعه المستقيمه هي قطعه لها بدايه ولها ايه؟ نهايه. ده كلام جميل قوي. حلو قوي. قال لك الشعاع، ايه هو الشعاع؟ الشعاع هو قطعه مستقيمه. يعني الشعاع هو قطعه ايه؟ هو قطعه مستقيمه مدت، ركز معايا خد بالك، مدت من احد طرفيها، من احد طرفيها، طرف واحد بس. يعني وليكن مثلا جيت عند ب ومديته كده، عملت سهم، اعرف ان ده كده ايه؟ شعاع. اعرف ان ده كده ايه؟ شعاع. حلو قوي، من طرف واحد، يبقى كده شعاع. طيب بعد كده قال لك الخط المستقيم. الخط المستقيم هو برضو نفس الشعاع، بس فيه تركايه صغيره. هقول لك الفرق ايه، ركز معايا. الراجل هنا بيقول لك الشعاع هو قطعه مستقيمه مدت من احد، ركز معايا، من ايه؟ من احد طرفيها. انما الخط المستقيم هو قطعه مستقيمه مدت من طرفيها وسكت، ما قالش احد. يبقى انا احد هنا عندي في المستقيم مش موجوده، يبقى انا مديت من الطرف اليمين ومديت من الطرف الشمال. حلو قوي. بعد كده اخش على رابع حاجه اللي هي الزاويه. والزاويه هي اتحاد شعاعين لهما نفس الراس او تقاطع في نفس الراس. ازاي؟ عندي الزاويه دي الف باء ج، دي زاويه، ده شعاع عادي وده شعاع عادي، هما الاثنين اشتركوا في النقطه مين؟ باء. حلو قوي. بعد كده الراجل هنا بيقول لك لما اجي اقرا الزاويه هقراها ازاي؟ قال لك انت ممكن تقراها ب3 قراءات. ركز معايا والنبي عشان مهمه جدا، ركز معايا. قال لك انا هخلي ب في النص. هخلي ب في النص، يعني ممكن انطق الزاويه دي الف باء ج. ركز، الف باء ج. حلو قوي. وممكن اقراها يا استاذ ج باء الف. حلو، ج ب الف. وممكن اقراها زاويه باء واسكت. ركز معايا عشان مهمه جدا، امتحانات الكلام ده. طيب وحده قياس الزاويه، لما اجي الزاويه اجي اقيسها، هقيسها بايه؟ قال لك تقيسها بالدرجه. مثلا 90 درجه، 50 درجه، يبقى وحده قياس الزاويه هي الايه؟ هي الدرجه. حلو قوي. قال لك الدرجه فيها 60 دقيقه. الشرطه دي معناتها كده علامه دقيقه. بقى ركز معايا، الدرجه فيها 60 دقيقه. طيب والدقيقه فيها كام درجه؟ فيها كام ثانيه؟ والدقيقه فيها كام ثانيه؟ قال لك فيها 60 ثانيه. يبقى دي علامه الدقيقه ودي علامه الثانيه. حلو قوي. اخش على اللي بعد كده، منصف الزاويه، وده اخر حاجه معايا في المفاهيم. عندي 5 مفاهيم لازم احفظهم جدا قوي، هيجي لي منهم اختر واكمل. ركز معايا يا باشمهندس. ماشي. هنا منصف الزاويه، قال لك يعني ايه منصف الزاويه؟ قال لك هو شعاع، ركز معايا، هو شعاع الذي يقسم هو الشعاع الذي يقسم الزاويه الى نصفين متساويين. معناته ايه الكلام ده يا مستر؟ قال لك يا باشمهندس لو انت عندك زاويه مثلا وليكن زي الف باء ج، سيبك من الضلع اللي في النص ده خالص، ولا مش سيبك منه خالص، على جنب كده، الف باء ج. قلت لك ده اللي هو اسمه ده الباء، ركز معايا بقى، ده الباء منصف. استنتج ايه؟
بص يا حبيب قلبي، هيجي لك كده في البرهان هيجي لك كده في المعطيات د باء منصف زاويه ا باء ج. حلو قوي. افهم من كده ايه او استنتج من كده ايه؟ استنتج كده ان الزاويه دي قد الزاويه دي. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو دي ب 50 درجه تبقى دي ب 50 درجه. طب لو دي ب 70 تبقى دي ب 70. طب ممكن يا مستر يجيبها لي كلها على بعضها مثلا وليكن، ركز معايا، ب 103 مثلا وليكن ب 50. كلها على بعضها ب 50. يبقى انا استنتج ان دي ب 25 درجه ودي ب 25. حلو قوي. كده انت معاك الخمس مفاهيم فينيش اكلاشيه. حلو قوي. بعد كده هنتقل الى انواع الزوايا. عندك 6 زوايا وانا من وجهه نظري اخليهم 7. ليه 7 يا مستر؟ لانك انت عندك يا باشمهندس حاجه اسمها الزاويه الدائريه وهي قياسها 360 درجه. مهمه جدا يا باشمهندس، ممكن تيجي لك اختر. يبقى عندي حاجه اسمها الزاويه الدائريه تساوي 360 درجه. ده كلام حلو قوي. طيب عندي انواع الزوايا. اول زاويه وهي الزاويه الصفريه، ومن اسمها هي قياسها يساوي كام؟ 0 درجه. حلو قوي. ركز معايا بقى، مهمه جدا. ضلعاها، يعني الضلعين بتوعها. ضلعاها دول اجيبها ازاي دي؟ بص يا باشمهندس، الضلعين بتوعها بيبقوا منطبقان. الضلعان بتوعها بيبقى منطبقان. يعني ايه منطبقان يا مستر؟ ركز معايا يا حبيبي، ركز معايا. نفترض ان ده ضلع، سيبك من دول. نفترض ان ده ضلع وده الضلع الاخر. نفترض ان ده شعاع وده شعاع الاخر، وعملته كده. ركز معايا كده، عندي زاويه ايه؟ زاويه حاده. طب بص 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 كده ايه؟ كده اعرف ان كده زاويه ايه؟ صفريه. الصفريه يعني قصه ايه؟ صفر. ويكون الشعاعين او الضلعين بتوعها يكونون ايه؟ يكونان منطبقان. طب هبتدي اوسع كده شويه. قال لك لا، ده انت كده معاك الزاويه الحاده وهي رقم 2. يبقى انا كده عندي الزاويه الحاده هي زاويه تنقسم، هي زاوية ما بين الصفر، ما بين الزاوية الصفرية وال90 درجة. ركز معايا، مهمة. الزاوية الحادة ما بين الصفر وال90 درجة. اديني مثال والنبي يا مستر. يعني ممكن تبقى مثلا ب 54. حلو. ممكن يا مستر تبقى ب 89. ما جاتش ب 90 لسه. ممكن يا مستر تبقى، ركز معايا دي مهمة، 89 و60 جزء من 10. ركز معايا، مهمة دي، لخبطك فيها. حلو. طيب عندك هنا شويه اعملها زاويه حاده، بتبقى تترسم ازاي يا مستر؟ قال لك الزاويه الحاده بتبقى شكلها كده يا باشمهندس، هي دي الزاويه الايه؟ الحاده. طيب حلو قوي. بعد كده اخش على قياس الزاويه القائمه، وقياس الزاويه القائمه زي ما احنا عارفين 90 درجه، مش محتاجه حاجه. طيب الضلعين بتوعها عندك يا باشمهندس، دول الشعاعين بتوعك اهو. الضلعين بتوعها الزاويه القائمه بتترسم كده. الضلعين بتوعها يكونان ايه؟ ما دام عمل لك حرف ال، ركز معايا، ما دام عمل لك حرف ال اعرف كده ان هم دول، ان دي زاويه قائمه. طيب ما دام زاويه قائمه يبقى الضلعين بتوع الزاويه القائمه اللي هم دول اهو، مالهم؟ متعامدان. تيجي اختر واكمل كتير جدا. طيب بعد كده الزاويه المنفرجه. قال لك الزاويه المنفرجه هي ما بين ال90 وما بين ال180. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تساوي 90، ما ينفعش تساوي 180. ما بين ال90 وال180. ربنا يصلح لك حالك يا ابني، ركز معايا. ما بين ال90 وال180. اديني مثال ليها. يعني ممكن اقول لك 91، ممكن اقول لك مثلا 98، ممكن اقول لك 198، ممكن اقول لك 120. كل دي امثله للزاويه الايه؟ للزاويه المنفرجه. طيب دلوقتي اما اجي ارسمها تترسم ازاي؟ قال لك ركز معايا يا باشمهندس. انت دلوقتي كنت عندك الزاويه الصفريه كده، الضلعين بتوعها منطبقان. بدات تتوسع شويه، بقت زاويه حاده. بدات تتوسع اكتر، بقت زاويه ايه؟ قائمه. بدات تتوسع اكتر، بقت زاويه منفرجه. يبقى انا كده دلوقتي لما اجي ارسم الزاويه المنفرجه ارسمها كده، الشعاع الثاني بتاعها يبقى كده، تبقى دي كلها هي الزاويه المنفرجه. حلو قوي. ماشي. عندي هنا الزاويه المستقيمه. ايه هي الزاويه المستقيمه؟ الزاويه المستقيمه هي زاويه قياسها 180 درجه. يبقى انت خد بالك بقى من النقطه دي والنبي، ربنا يصلح لك حالك. عندك هنا الزاويه الصفريه بصفر.
كبرنا شويه بقينا ما بين الصفر وما بين التسعين، كبرنا اكتر بقينا 90، كبرنا اكتر واكتر بقينا ما بين التسعين والمية وتمانين، كبرنا اكتر بقينا 80. طب الضلعين بتوعها يمصر الزاويه المستقيمه، ولا ركز معايا، شايف الخط المستقيم؟ مش كان بمده من هنا وبمده من هنا؟ ايوه نفس الكلام، الزاويه المستقيمه ممدوده من هنا وممدوده من هنا، يعني وليكن عندي زاويه الف ب ج، الاثنين على استقامه واحده اللي هو باء الف وباء ج، الاثنين دول على استقامه واحده، يبقى انا كده دلوقتي اعرف ان دي 180 درجه، الزاويه المستقيمه قياسها 180 درجه، الضلعين بتوعها بقى يا باشمهندس يكونان على استقامه واحده. اكمل. طيب بعد كده الزاويه المنعكسه هي زاويه بينها ما بين مين ومين؟ ما بين ال 180 وما بين ال 360. حلو قوي. بترسم ازاي يا مستر؟ بص يا باشمهندس، اخر حاجه رسمناها اللي هي الايه؟ الزاويه المنفرجه، عملتها كده زودتها اكتر، بص 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 بقى الزاويه ايه؟ مستقيمه مستقيمه. طب وسعت ده كده، اوبح ركز معايا، ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ دي كده بقت ايه ده يا استاذ؟ ده كده مستقيمه يعني 180، كده لما زودتها كده بقت كام؟ لا ده زادت عن ال 180، اصبح كده بالتالي اسميها زاويه ايه؟ منعكسه. يبقى الزاويه المنعكسه ما بين ال 180 وما بين الايه؟ ال 360. طب لما اجي ارسمها يا مستر، يا حبيبي اهو الضلع يبقى نازل تحت كده، ما يبقاش كده، لا ده ينزل اكتر. انا ملاحظ يا مستر ان احنا عمالين نلف عكس عقارب الساعه، مظبوط، والكلام ده هتبدا تدرسه في اولى ثانوي ان شاء الله، بنلف عكس عقارب الساعه. حلو. بعد كده الزاويه المنعكسه دي مهمه جدا على فكره يا باشمهندس. اديك امثله شويه عن الزاويه المنعكسه، ممكن اكبرها لك مثلا تبقى 181 اكبر من 180، ممكن اخليها لك مثلا 260 اصغر من 360، ممكن اخليها لك 309 وكام؟ 359 واقول عليها برضو زاويه ايه؟ منعكسه، لان الزاويه المنعكسه ما بين ال 180 وال 360. خدهم بالترتيب تكسب، خدهم بالترتيب تكسب. حلو. مثال بقى هنا كده على الزاويه المنعكسه، بيقول لك هنا الزاويه المنعكسه زائد، عندك هنا بيقول لك الزاويه زائد الزاويه المنعكسه تساوي 360. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم الجمله دي. لو انت دلوقتي عندك زاويه وليكن يا باشمهندس قياسها 100 درجه، يبقى الزاويه المنعكسه بتاعتها بكام؟ ده المثال اللي انا عايز اوصله لك، اللي هو المثال ده. اذا كان قياس س تساوي 120 درجه، لو انت عندك زاويه س ب 120 درجه، فان، ركز معايا، فان س المنعكسه، قياس س المنعكسه هيساوي كام؟ قال لك يا باشمهندس ركز معايا. استاذ نعم، انا عندي الزاويه زائد الزاويه المنعكسه لها مالها؟ اما اجي اجمعهم يدينا 360. اقف لحد كده خلاص، يبقى انا عرفت اجيب المنعكسه. هتعمل ايه؟ هقول 360 ناقص ال 120، الناتج يدينا كام يا باشمهندس؟ يدينا 240 درجه. حلو قوي. بعد كده اخش على العلاقه بين الزوايا، وهم عندك 5 علاقات. ركز معايا يا باشمهندس، 5 علاقات. عندك اول حاجه الزاويتان المتجاورتان، ثاني حاجه عندك الزاويتان المتتمتان، ثالث حاجه عندك الزاويتان المتكاملتان، اخر 2 عندك الزاويتان المتقابلتان بالراس، حرف اكس يا باشوات. بعد كده رقم 5 وهي مجموع الزوايا حول نقطة ايه؟ حول نقطة واحدة 360 درجة طبعا. طيب عندي هنا أول حاجة العلاقة بين الزوايا، الزاويتان المتجاورتان. ركز معايا دي مهمة جدا جدا جدا، بتيجي أكمل على فكرة. المثال ده هما زاويتان اشتركا في نقط ونقط. الزاويتين المتجاورتين دول يا باشمهندس ده شكلهم اشتركوا في ايه؟ بالنظر، خلي عندك نظر يا عديم النظر. اما اجي اعملها ازاي؟ عندك دلوقتي هما الاثنين اشتركوا يا استاذ في زاويه ب، هما الاثنين اشتركوا في نقطه ب، واشتركوا في كمان يا ابني في ده الب. ايه ده الب ده؟ ما هو ده الب ده يا حبيبي مع الزاويه دي ومع الزاويه دي. طب لما اجي انطقها ازاي؟ انطقها الف باء دال ودال باء جيم، يبقى انا عندي د ب ايه؟ مشترك في الاثنين. يبقى انا دلوقتي كده عندي الزاويتان المتجاورتان هما زاويتان اشتركا في، ركز معايا، راس وايه؟ وضلع. راس وضلع. حلو.
عندك هنا والضلعان الاخران في اتجاهين، الضلع ده والضلع ده هل هم على اتجاه واحد زي المستقيمه كده؟ كانوا على اتجاه واحد على استقامه واحده؟ قال لك لا يا استاذ، لا، ده دول هيبقوا في اتجاهين مختلفين. حلو. بعد كده اخش على الزاويتان المتتمتان. الزاويتان المتتمتان هما زاويتان مجموع قياسهما 90 درجه. يبقى انا كده عندي هما زاويتان مجموعهما كام يا باشمهندس؟ 90 درجه. وتمثل زاويه ايه؟ تمثل زاويه قائمه. ركز معايا، دي كلها قائمه. لو دي كانت ب 40 دي تبقى ب 50. طب لو دي كانت ب 60 دي تبقى ب 30. ركز معايا، هما الاثنين مجموعهم كام؟ 90 درجه. بعد كده مثال، لو انا عندي زاويه ب 30 يبقى الزاويه الثانيه بكام؟ اطرح من 90 درجه هقول 90 ناقص 30 فيها 60. طيب لو انا معايا ب 50 تبقى الزاويه الثانيه بكام؟ هقول 90 ناقص 50 فيها ال 40. طب لو انا معايا 89 الزاويه الثانيه تبقى بكام لو هما متتمتان؟ قال لك الزاويه الثانيه هتطرح من 90 ناقص 89 الناتج بواحد درجه. قال له ممكن يديني واحد؟ يديك زي ما اديك يا حبيبي اي حاجه اي حاجه. طيب بعد كده 90 هقول 90 ناقص 90 صفر. معقول يا استاذ اكتب صفر؟ هو في زاويه بصفر؟ اهي اسمها الزاويه الايه؟ الصفريه. قياسها كام يا حبيبي؟ صفر. ما توجعش دماغي. يبقى انا كده عندي هنا الزاويه المتممه ل 90 هي زاويه صفريه، يعني صفر تساوي صفر درجه. طيب نقطتين مهمين جدا، النقطتين دول معاهم دول في المتكاملتان. ركز معايا يا باشمهندس، ركز معايا وصحصح لي مخك كده. الضلعان المتطرفان لزاويتان متتمتان يكونان نقط. الضلعان المتطرفان، واحد بقى يجي يقف هنا الضلعان المتطرفان يفضل بقى ساعه الضلعان المتطرفان. بص يا حبيبي، الضلعان المتطرفان هو هذا الضلع وهذا الضلع، دول ضلعين متطرفين للزاويتين مين؟ للزاويتان المتتمتان. يعني ده بدايتك وده نهايتك يا حبيبي. يبقى ركز معايا كده بقى. يبقى الضلعان المتطرفان لزاويتان متتمتان يكونان متعامدان. ركز معايا، مهمه. عامله زي مين كده؟ عامله زي الزاويه القائمه. قلت لك الضلعين بتوعها مالها؟ متعامدان. نفس الكلام هنا، الضلعان المتطرفان لزاويتان متتمتان يكونان ايه يا باشمهندس؟ يكونان متعامدان. صحصح لي مخك، كوبايه شاي، صحصح معايا، لسه في سبوره ثانيه، ركز. طيب اخش على اللي بعدها. الزاويه التي قياسها 40 تتمم زاويه نقط. كم درجه؟ عندي زاويه ب 40، انت لسه قايلها لي من شويه، زاويه ب 40 يبقى اللي اطرح من 90 يبقى 50 يا مستر. جدع. ويكون نوعها يعني ايه نوعها دي؟ اقول لك نوعها يعني لا اما صفريه لا اما حاده لا اما قائمه لا اما منفرجه وهكذا. طيب انت عندك هتجيب نوع مين؟ نوع دي ولا نوع دي؟ نوع اللي انت طلعت دي بكام؟ 50. يبقى الناتج يبقى زاويه ايه؟ تبقى زاويه حاده، لان ال 50 يا باشمهندس ما بين الايه؟ ما بين الصفر وال90 في النص كده. حلو قوي. بعد كده اخش على الزاويتان المتكاملتان. الزاويتان المتكاملتان اللي هما هما زاويتين ايه؟ مجموعهم كام؟ 180 يا باشمهندس. الزاويتين دول اما اجمعهم مع بعض 180. يعني لو عندك واحده ب 40 تبقى الثانيه بكام؟ تبقى الثانيه ب 140. عشان اجمعهم مع بعض يا مستر يدوني كام؟ 180 درجه بس. طيب مثال، لو انا معايا دلوقتي واحده ب 80 تبقى الثانيه بكام؟ الزاويه المكمله ليها بكام؟ قال لك اطرح من 180 يا مستر. 180 ناقص 80 ناتج يديك 100 درجه. الله، ده حلو قوي. طب الزاويتين المتكاملتان يترسموا ازاي يا مستر؟ قال لك تبقى قطعه خط مستقيم زي ده يا باشمهندس. اهو بص كده، اهو الزاويه دي والزاويه دي، بلاش الزاويه دي والزاويه دي، دول كده بيكملوا بعض. ليه؟ لان هما دي مثلا وليكن تبقى مثلا ب 40، بلاش دي مثلا وليكن تبقى ب 60 ودي تبقى ب 120 درجه. اجي اجمعهم مع بعض هما الاثنين يدوني كام؟ 180. طيب لو انا معايا زاويه ب 179 المكمله ليها الثانيه تبقى بكام؟ هطرح من 180 ناقص 179 الناتج يديني 1 درجه. عادي بقى، ما احنا اتعودنا عليه. حلو. الصفر 180 ناقص صفر ب 180 عادي، ايزي. ايه يعني يا حبيبي؟ عادي. 90 اطرح من 180 ناقص 90 ب 90 درجه.
حلو، ركز معايا، سؤالين مهمين زي ما قلت لك هيسألك فيهم، بيجوا امتحانات واختر والله واكمل. طيب الضلعان المتطرفان، نفس القصه دي، مالها بقى؟ هنا الضلع المتطرف كان ليه هنا المره دي الف ب، وهنا كان ب ايه؟ كان ب ج، هنا كان برضو ايه؟ الف ب وب ج، بس كانوا دول متتمتين 90 انما دول متكاملتين 180، فبيكونوا على استقامه واحده. خش يا حبيبي الزاويه المستقيمه. ماشي. الضلعان المتطرفان لزاويتان متكاملتان يكونان نقط. هو انا دي يا استاذ قلت متعمدان زي دي كده ضلعها كده، هي دي هقول برضو على استقامه واحده؟ ايوه يالا فيها يا ابني كده، ركز معايا. طيب يبقى انا هكتب هنا يكونان ايه؟ على استقامه واحده، ودي بتيجي مسائل مهمه جدا. هيقول لي ايه؟ هيقول لي هل الف باء وباء جيم على استقامه واحده ام لا؟ هعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. طيب الزاويتان المتجاورتان زي دي ودي، مالها بقى يا استاذ؟ الحادثتان من تقاطع مستقيم وشعاع. عليا النعمه بتيجي في امتحاناتهم مهمه جدا، اول ما الاقي مستقيم وشعاع اعرف كده في دماغي ان انا عندي زاويتين متكاملتين يا حبيبي مجموعهم 180. حلو، يبقى دلوقتي الزاويتان المتجاورتان الحادثتان من تقاطع مستقيم وشعاع يكونان متكاملتان. صلي بينا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب مثالين على النقطة دي وبعد كده امسح ونخش على الشوط اللي بعده. عندي هنا بيقول لي باء تنتمي الى الف جيم، ده شعاع، ده خط مستقيم يا باشمهندس. ما دام كده جايب لك من فوقها كده سهم كده وسهم كده، اعرف ان ده خط مستقيم اهو. طبعا احنا قلنا الخط المستقيم، ركز معايا كده جنبك، الخط المستقيم ليس له بدايه وليس له نهايه، ركز معايا. طيب هنا بيقول لي عايز قياس زاويه ه ب ج، حددها كده معايا على الرسمه، ه ب ج اللي هي الزاويه دي. هجيب الزاويه دي ازاي؟ اول حاجه قول لي كده يا باشمهندس، انت معاك خط مستقيم، الخط المستقيم ده يديك ايه؟ يديني ايه؟ يديني زاويه ب 180. حلو جميل. انت معاك حته منها ب 90 وحته منها اديتها لك انا ب 40 من عندي. طيب اللي باقيه تبقى بكام؟ قال لا هتتعمل ازاي دي؟ قال لك بص كده ركز معايا بالراحه كده يا حبيبي، المفروض ده خط مستقيم صح؟ هو قال لك من فوق اهو ده خط مستقيم ودي عمودي على دي. معنى كلمه عمودي يعني افهم ابرمج في الرياضيات عندنا ان في زاويه ب 90 درجه. حلو ماشي، وفي مديك الزاويه دي ب 40، انا اللي مديها لك من عندي، تبقى عليك ماشي. طيب عايز اجيب الزاويه دي، اجيبها ازاي؟ قال لك بص يا باشمهندس، انت معاك ده كله كده على بعضه ب 180 درجه، خدت منهم 40 وخدت منهم 90، اتبقى لك كام؟ تعالى كده بنعملها ازاي؟ بص يا حبيبي، هقول هنا دلوقتي قياس زاويه اللي طالب مني ايه؟ ه ب ج تساوي، انا عندي دي كلها على بعضها زي ما قلت لك بكام؟ ب 180 درجه. تمام، دلوقتي هطرح منها كام يا باشمهندس؟ هطرح منها يا استاذ الزاويتين دول لما اجي اجمعهم، عندك دي ب 90 وعندك دي ب 40، يبقى 90 زائد 40، اجي اطرح بقى الناتج دلوقتي 180 ناقص، اجمع 90 زائد 40 بكام؟ ب 130 درجه. اطرح 180 ناقص 130 الناتج يديك كام؟ 50 درجه. جبت الزاويه دي ب 50 يا باشا. طيب المثال الثاني برضو مثال كويس. بص يا باشمهندس، اول ما تلاقي ان في الف ب الف ج الف ب الف س اي حاجه عامل لك كده فوق سهم زي كده، ركز معايا مهمه جدا والله، اعرف ان ده اهو يعني من اول هنا الف ب مثلا ب 180 درجه، ان في زاويه ب 180 درجه على طول اعرفها كده ثابته. طيب بص كده، انا دلوقتي عايز اجيب زاويه س، هي فين زاويه س يا مصر؟ لو فرضت لك دي يا حبيب قلبي على بعضها كده ب 2 س، ركز معايا دي كلها على بعضها كده ب 2 س. عايز السين، اجيبها ازاي ده يا استاذ؟ ده جابها لي تحت يا ابني، يجيبها لك تحت، يجيبها لك فوق، يجيبها لك معموله كده بالجنب، يجيبها لك زي ما يجيبها لك عادي ايزي. خد الامور ببساطه، تحدى الرياضيات يا كتكوت.
طيب بعد كده اعمل ايه؟ تعالى كده على جنب، اعمل ايه؟ استاذ انا عندي دي كلها كده من فوق ب 180. هل يا مستر من تحت برضه ب 180؟ امال ب 190 ب 180. حلو قوي. طب يعني فوق ب 180 وتحت برضه ب 180؟ طب احنا حشنا من 180 اللي تحت كام؟ حشنا منهم 80. اتبقى لك كام؟ 100. يبقى السين ب 100. حمار. ليه؟ انت عندك هنا دي 2 س يا حبيبي. 2 س على بعضها هي اللي ب 100. عشان اجيب السين اقوم قاسم على الاثنين. يعني انت دلوقتي هتقول كده، ركز معايا. 2 س بلاش عشان ما نلخبطكش. هقول كده قياس زاويه د ب ج. هطرح من 180 لان لما يديني خط مستقيم اعرف ان في عندي زاويه ب 180. يبقى 180 ناقص 180 ناقص 80 درجه يديك 100. اقسم على الاثنين. ليه؟ عشان عندك 2 س. طب انا ما قسمتش على الاثنين يا مستر وجبتها ب 100. خلاص يا حبيبي، ال 100 دي هي مين؟ هي زاويه د ب ج اللي هي الزاويه دي. حلو قوي. دي بكام؟ دي ب 2 س. 2 س طلعت بكام درجه؟ طلعت ب 100 درجه. اقسم هنا على الاثنين على اللي جنب السين، واقسم هنا على الاثنين، طيرت مع بعض، يبقى السين عندي هنا كده تساوي 100 على الاثنين ف 50 درجه برضو. يبقى انا عندي دي برضو كمان ب 50 درجه. امسح واكتب الشوت الثاني وصلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام.